السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. انا سامح عرفة، وفي الفيديو دوت هنتعلم ازاي نرسم تفاحة. النهارده هنتعلم ازاي نلون. بص يا سيدي، لو معاك تفاحة زي دي فتعلمنا ننشن، نجيب اللون مظبوط من ورا، نختار برشاية مناسبة، البرشاية المبططة الحلوة بتاعتنا، نعمل لير جديدة، وبنبدأ بحاجة اسمها البيز كلر، اللون العام بتاع الحاجة. انت حاسس التفاحة ديت لونها اقرب لايه؟ حاسسها محتاجة تحمر شوية، تروح للبرتقاني شوية. عايزك بقى ركز معايا. اللون بيتكون من 3 حاجات يا معلم. من هنا من الكالر ويل اللون بيتكون من 3 حاجات. فاكرين لما قلنا كنترول يو بتجيب الهيو؟ قال لك هيو اللي هو اللون ذات نفسه، وساتوريشن اللي هو تشبع اللون فاقع او مطفي رصاصي، والبرايتنس فاتح او غامق. لما بنلعب، لما بنتعلم في الاول بنتعلم الرسم الابيض والاسود، صح؟ عشان اسهل. بس لما بتضيف فكرة البارد والسخن للرسمة بتاعتك مش متخيل الموضوع هيختلف معاك ازاي. تعال نظبط السلويت بتاع التفاحة، هي رفيعة شوية من تحت، تخينة شوية من فوق. اها اها اها. دي التفاحة بتاعتنا. تعال نحط البارد والسخن، هعمل لها لوك عشان ما تطلعش بره، هخليها ناحية الضوء مصفرة، تمام، وناحية الظل مزرقة. يعني بص انا هنا ده لونها حلو، هقرب للازرق كده، مش هقرب كده. وعشان كده كنت بقول لك ده اللون بتاعي البرتقاني. مثلا لو انا حبيت اقرب للازرق مش بطلع كده، لا، بنزل لتحت. عندك الالوان البارده والسخنه اللي هي من اول هنا تقريبا، اللي على اليمين ده الالوان السخنه، الوان النار، الاصفر والبرتقاني والاحمر والبنفسجي المحمر. على الناحيه التانيه الالوان البارده، الاخضر واللبني والازرق والبنفسجي المزرق. دي الالوان السخنه ودي الالوان البارده. فهنا مصدر الاضاءه بتفكر هو سخن ولا بارد. مصدر الاضاءه الشمس، الشمس سخنه، فهخلي مصدر الظل في الظل الالوان بارده، هروح بيها كده. هفكر في 3 حاجات بيحصلوا. اولا الكوره ديت الهيو بيتغير، ده اللون بتاعي، ركز معايا كده، ده اللون بتاعي هيبقى ناحيه الضوء مصفر كده تقريبا اهو، وناحيه الظل مزرق. ادي اللون بتاعي هخليه مزرق. ده حاجه، ده التغيير في الهيو. في تغيير بيحصل في الساتوريشن، الحاجه ناحيه الضوء بتبقى طاقتها عاليه، الضوء دوت فوتونات او جزيئات من الطاقه، فالضوء بيخلي الحاجه كده ايه، فاقعه حلوه. فده لون الحاجه ناحيه الضوء، بتبقى الالوان ساتوريتد خالص. ناحيه الظل لا، ما بتبقاش ساتوريتد، بتبقى الطاقه ضعيفه، بتبقى الحاجه بهتانه كده، مش فاقعه. تمام. واخيرا البرايتنس ديت فاهمينها، دي حلوه، دي ناحيه الضوء بتبقى الحاجه فاتحه، وناحيه الظل بتبقى الحاجه غامقه. فلما بنفتح بالابيض والاسود انت شايف النتيجه وحشه ازاي. احنا بنفتح بنعمل ميكس ما بين ال3 دول، الهيو والساتوريشن والبرايتنس. تعال ننفذ ده. هنجيب التفاحه دي ونختار لها ملمس. في بقى برشات كتير بتحملها من على النت، نختار مثلا الملمس الخشن ده. انا احب الملامس اللي هي ايه، متاخده من فرش الزيت، عارف، كأن التوال قماش كتان مصري من الرديء الرخيص دوت، عشان دوت بيبقى احلى ملمس في الرسم بالنسبه لي. يعني الموضوع اسباب، فانا ده اللون بتاعي هروح بيه ناحيه الازرق، هقلل الساتوريشن واغمق، هيبقى دوت الظل بتاعي. ممكن اغمق اكتر، دي منطقه، هتبقى دي منطقه الظل. هحط مكان التقاء الفاتح والغامق لون فاقع خالص، مكان التقاء الفاتح والغامق هحط احمر صريح. هحط في الظل ده تاتش ازرق، متسألنيش ليه، انا عايز احط تاتش ازرق، محدش له حاجه عندي. جبته منين يا عم؟ انا عاجبني. اصل لون السما بارد، لون السما مزرق، فلو ده نور الشمس، نور السما هيبقى جاي من هنا بارد شويه، تاتش كده. طيب هحط لسعات اضاءه، هحط الملامس بتاعه التفاحه اللي هي بتبقى رايحه كده دي، عارفها انت، تاتشات كده، ملمس. ممكن احط ايه، الحبحبه بتاعتي ليا ملمس للحبحبه، استنى ادور عليه.
اهي هقفلها واعمل باللون ده بالالت كده، هعمل كده بالغامق برضو هعمل كده، فاخدت ايه ملمس. انا جايب الكلام ده منين؟ أنا بجرب والله، بلعب. انا عايز بس ارسم تفاحه روشه دمها مش تقيل، مش شبه الصوره وخلاص، لا انا عايز اجود. بجيب اي برشات ليها ملمس من البرشات الكتير اللي عندي وبلعب. واخيرا الحته اللي داخله لجوه دي، هي داخله لجوه غائره، اخد التاتش الغامق ده، وادي الفاتح بتاعي ضارب هنا مثلا. السلام ممكن اخليه ضارب باصفر. يا سلام، مع هايلايت ما يكسرش. البتاعة ديت لونها ايه؟ لونها اخضر. بيك لون اخضر، ودي ساتوريتد. مش عاجبني الاخضر، خليه ازرق واجرب واشوف ايه القرف اللي انا عملته ده. خليه مخضر شوية ناحية النور، مخضر او مصفر خالص ناحية النور. خليه ناحية الظل مزرق اكتر، بنفسجي مثلا، دي ساتوريتد غامق. انا بعمل ايه؟ مش عارف، انا بلعب بالالوان، محدش له عندي حاجة. اوه، اختار لون اصفر، هدي تاتش هنا وتاتش هنا وخلاص. واخيرا الملامس بقى الغامقة خالص اللي هي الاوكلوجن، وكان التقاء الكتلة بالكتلة اغمق حاجة ممكن اخلي ده مثلا راميدول كده بلون المزرق ده. معرفش انا بعمل ايه، انا بلعب. ابص من بعيد فيها الوان كده محلوة كده. ممكن احط اصفر هنا شوية، احط تاتش ازرق كمان ما يضرش. سيحه، لا مش حلو. وزعته اكتر بقى. واحمراتك. فانا كده رسمت تفاحة مش مملة، تفاحة غريبة، مش شرط شبه الطبيعة قوي. ما الطبيعة موجودة، ما الصورة موجودة، انت رسام يا عم، فين التاتش بتاعك يا عم؟ العب وانبسط واعمل حاجة الآلة ما تعرفش تعملها، حاجة ما كانتش موجودة قبل كده. الألوان ديت ما كانتش موجودة قبل كده، فاحنا بنستخدم الطبيعة وبنقتبس منها ونحاول نطلع منها نعمل حاجة أروش. بعمل لير جديدة ورا الكلام ده. هختار لون الأرضية مثلا، هخليه كده برشاية أخف شوية عشان دي علقت. ممكن كده هخلي ده لون الأرض، لون خلفية كده، وهخلي ناحية الضوء سخن، هخلي ناحية الظل بارد غامق، بارد أكتر غامق أكتر. روش لحد هنا كده معقول. والسما برضو الخلفية هخليها هنا هاخدة لون بسيط، وهنا الأسود مش حلو، يعني اهرب من الأسود. هحط ألوان، هحط لون بارد كده. أحلى كتير. ده لون أحمر. وأخيرا تاتش عنيف من اللي أنا بحبه، هعمل لير جديدة فوق الكلام ده كله. المود بتاعها كلر دوج، المود بتاعها إيه؟ كلر دوج. وأجيب برشاية سوفت خالص، لون رصاصي ميد تون، وهدي ضربة فرشة واحدة وحيدة هنا كده. يعني لأ، عنيف أوي الكلر دوج، فاستخدمها بحذر. ممكن أختار لون أزرق مثلا وأدي تاتش هنا. فبص التأثير اللي عملته، خلت الحاجة ملعلطة كده. ممكن أقلل الوسط بتاعها. وأنا كده رسمت تفاح، لونت تفاح. أحب إن انتوا تجربوا دوت، وأحب إن انتوا تجربوه من حاجة لايف مش من صورة. ومحطوطة في إضاءة طبيعية مش إضاءة صناعية. إضاءة الشمس هي اللي بتخليك شايف الألوان كلها، الألوان الطبيعية كلها. فالعب وانبسط. احنا كده اتكلمنا عن التلوين. فاضل فيديو واحد هرسم قدامكم رسمة بالأدوات اللي احنا قلناها ديت، مش هطلع عنها. هرسم بورتريه أو هوريكم رسمة بورتريه واشرح لكم الخطوات، ونبقى كده خلصنا. ويلا تطبيق كتير بقى. أشوفكم الفيديو الجاي.